إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحيا الله إخواننا في بلاد غانا، إخواننا أهل السنة، نسأل الله يثبتنا وإياكم جميعا على الخير ما حيينا، ويختم لنا بخاتمة طيبة مباركة يرضاها لنا. أما بعد، فاستجابة لطلب إخواننا في هذه البلاد من أهل السنة أن نلقي عليهم كلمة هذه الليلة في بيان أمر الاحتفال وأمر المشاركة للنصارى في عيدهم البدعي الذي اخترعوه من عند أنفسهم ومن كيد الشيطان لهم. أقول إخواني، نحن معاشر أهل الإسلام وأهل السنة أمرنا الله تعالى أن نتمسك بديننا، وهو دين الإسلام. الله تعالى رضي لعباده جميع من على وجه الأرض أن يدينوا بهذا الدين، وهو دين الإسلام. فبعث الرسل والأنبياء تترى لهذا الأمر العظيم. عاشت الأمة في أول مبدأ الحياة 10 قرون من حياة نبي الله آدم عليه السلام أبو البشرية في أمان وسلام ودين حق، دين الإسلام. ثم كاد الشيطان لمن كاد فانحرفوا عن التوحيد وعبدوا مع الله غير الله، وذلك في زمن نبي الله تعالى نوح عليه السلام. فأرسل الله تعالى نوح رسولا، نبيا ورسولا. والفرق بين النبي والرسول أن كلاهما يوحى إليه. النبي يعني من النبوة، أي ينبأ، وكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فأرسل الله تعالى نبيه ورسوله نوح إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله تعالى، أي إلى الإسلام. وهكذا ثم جاء أيضا رسول آخر من بعده إلى قومه ونبي، وهو إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. حمل هذا الدين حنيفية السمحة، وهي الإسلام النقي الصافي الذي يعمل فيه تعبد لله تعالى بما شرع الله تعالى وأمر، ولا يبتدع في دين الله تعالى أبدا. الحمد لله، الله تعالى أنزل على عباده دين ينبغي أن يتمسكوا به، ولا يحرفوا ولا يزيدوا ولا ينقصوا. فهذا الله من هدى وضل من ضل. وهكذا جاء موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل ينذرهم ويأمرهم بالإسلام، تمسك به على شريعة بني إسرائيل. وهذا ليس الدين لكنها شريعة. إنما الدين عند الله الإسلام، كما قال الله تعالى إنما الدين دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. فحصل ما حصل في زمانه، وآمن من آمن وكفر من كفر. واتخذ اليهود لهم دينا يخالف ما جاء به موسى عليه السلام، وهي اليهودية. اتخذوا فيها أمور تخالف شرع الله تعالى، وخالفوا من أمرهم الله تعالى أن يتمسكوا به. ثم جاء عيسى مكملا لما جاء به موسى، مكملا لما جاء به موسى. نعم، هذا هو القول الصحيح.
وجاء معه بالإنجيل التوراة على موسى، وهي كتاب عظيم خطها الله تعالى بيده. وأما الإنجيل فإنه كتاب مواعظ مكمل لما جاء به عيسى من تعاليم الإنجيل التوراة التي يتعبد الله تعالى بها اليهود والنصارى، هم كلهم دعوتهم واحدة، وإنما جاء عيسى مكملا بالإنجيل وفيه نصائح ومواعظ. ثم ختم الله تعالى تاريخ الأنبياء والرسل، وهناك رسل وأنبياء لا يحصى عددهم إلا الله تعالى، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم يقصص عليه، قال الله تعالى في كتاب العزيز عن نبيه عليه الصلاة والسلام. لكن هؤلاء الذين عرفنا، والأنبياء كثر. إذن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل كائنا من كان. والمسلم هو من استسلم لله تعالى بالطاعة والانقياد مع خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. الله تعالى ختم هذه الشرائع بدين الإسلام بنبوة محمد ورسالته، فهو خاتم الأنبياء وخاتم الرسل. ومن لم يتبع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام من بعد ظهوره فإنه من أهل النار خالدا فيها مخلدا، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز، وجاءت الأحاديث تترى بذلك. ثم أن النصارى اختلقوا في دينهم وما شرع لهم أمور هي بعيد عن العقل فضلا عن الدين، فجعلوا المسيح عيسى بن مريم رسول الله ونبي الله صلوات الله وسلامه عليه هذا نبي، فجعلوه ماذا؟ ابن لله تعالى. تعالى الله تعالى يكون له ابن، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. أين هم من هذا؟ وقد بين الله في التوراة والإنجيل هذا الكلام، لكنهم قوم ضلال، فصاروا يعتبرون المسيح عيسى بن مريم ابن لله، وقالوا هذا ثالوث، الله ومريم وعيسى ثالوث، الله والأب والأم، أعوذ بالله نسأل الله تعالى. كما فعل اليهود، قالوا عزير ابن الله تعالى، وحاشا لله تعالى يكون له ابن أن يكون له ولد، فضل القوم. والإسلام جاء يقضي على هذه كل الشعائر ومظاهر الاحتفالات فيها من بدع وضلالات. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، خسارة عظيمة، وهي ماذا؟ الخلود في النار، صلى الله السلامة والعافية. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول بعد مبعثه: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله تعالى في النار. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح، كبه الله في النار خالدا فيها مخلدا. إذا عرفنا ذلك، إذا نعرف نحن أن هؤلاء ضلال ليس عندهم دين يتمسكون به، وهذا الدين الذي يتمسكون به بضي عليه بالإسلام وبمجيء محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء. فأي يهودي أو نصراني يسمع برسول الله ثم لا يتبعه على ما جاء به وهو خاتم الأنبياء إلا كبه الله تعالى في النار خالدا فيها مخلدا. إذن دينهم باطل وأفعالهم باطلة. ثم احتفالاتهم هذه التي يسمونها كريسماس ولا دين عيد المسيح ولا ميلاد المسيح، هذه من الضلالات التي لا يقبلها عقل فضلا عن دين. فإذا ينبغي إخواني من المسلمين ممن يسمع هذا الكلام يحذر من أن يهنئ النصارى في أعيادهم الدينية، وليست هذه بدعة بل هي من الدين، لأن هذه الاحتفالات ليست من الدين في شيء. هم يدعون أن المسيح ابن الله تعالى الله عن ذلك، ويقولون أننا نحتفل بميلاد هذا النبي، كذبوا الله، ويسمون ذلك كريسماس، نوع من الإحسان قبحه الله تعالى. ونحن نقول كذبتم، إنما عيسى مخلوق من مخلوقات الله تعالى، كما خلق آدم من التراب وجعل حواء من ضلع فيه،
قادر على أن يخلق ابن من أم وليس له أب، وهذا شأن الله في خلقه. ثم يخلق من ذكر وأنثى. إذن عيسى ليس ابن الله، ما المسيح بل هو ابن مريم إلا رسول عليه السلام، قد خلت من قبله وهو الرسل نبي رسول أرسله وأمه الله تعالى إلى قومه مكملا لما جاء به موسى، يأكلان الطعام وكلم الله وكلم الناس في المهد، انظر كيف وشهد على أنه لهم رب، على أنه معبود وليس رب. انظر أنا يؤفكون. جاء هؤلاء الضلال براءة المسلمين وجعلوه من ثالث الاحتفال بأعياد وهذا من جهلهم ومن ضلالهم. فلا ينبغي المسلم أن يعتقد أنه يجوز له أن يشارك النصارى في أعيادهم هذه الضالة المضلة، وإنما ينكر ذلك ولا يحضر ولا يهني ولو بتقديم وردة مما يذبل، فضلا أن يروح يهنئهم ويبارك لهم ويشارك معهم ويجلس مجالسهم. كل هذا من الباطل ومن الضلال ومن تأييد الباطل على الحق. جاءت الرسل جميعها بقول واحد: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أيضا هذا صريح بكفر النصارى لشركهم وضلالهم، والآيات كثيرة في قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم في سورة المائدة، وقوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هم هؤلاء النصارى واليهود في نار جهنم خالدين فيها. قالت أولئك هم شر البرية وخير البرية هم أهل الإسلام. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله. انظر، هؤلاء يقولوا ثالث ثلاثة، أين هم؟ وقال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قول بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل. من هم يظاهرون قول أهل الجاهلية الذين قالوا الملائكة بنات الله؟ يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه سورة التوبة. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بما لا يدع مجال للشك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة المخلوقات اللي تعوج الأرض بعد نبوة محمد يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي رسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم في صحيحه. هذا كلام الله تعالى وهذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. أين بعد نحن من هذا؟ وكلام العلماء يترى، فإن هذه البدع من الضلالات العظيمة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه في رياض الصالحين ذكر أمور وينبغي الإنسان يتمسك بها. قال: نحن نؤمن ونعتقد بأن جميع النصارى واليهود وغيرهم من الكفرة كلهم من أصحاب النار، لأن هذه شهادة النبي عليه الصلاة والسلام، والجنة حرام عليهم لأنهم كفروا وهم أعداء الله ولرسوله عليه الصلاة والسلام أعداء لإبراهيم ولنوح ولمحمد ولموسى ولعيسى ولجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن هذه الأعياد اللي تسمى كريسماس ولا تسمى عيد مسيح ولا تسمى عيد ميلادية ولا اسم كذا، كلها ضلال في ضلال وتبديل لما جاءت به الرسل ومضاهاة لدين الله تعالى. وهكذا على المسلم أن يحذر الحضور أو المشاركة أو أن يحمل حتى وردة أو يحضر حفل فيه مأدبة أو أكل أو شراب أو شيء، ينأى عن ذلك ويبتعد. ولو كان عز من كان له كان والد نصراني أو أم نصرانية لا يشاركهم في هذا ويبتعد عنهم تدين لله تعالى. ولو كان جائعا لا يأكل شيء من أكلهم
ولا طعامه في هذا اليوم في أي موضع كان. هذه أعياد الميلاد أعياد باطلة، أعياد وثنية ليس لها أي أصل في الإسلام. ونحن أمة الإسلام حبانا الله تعالى بكتاب عظيم وهو القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وحمانا من الجاهلية الأولى التي خلصنا الله منها وأنار لنا الطريق، طريق الإسلام، حتى نلقاه وهو راض عنا. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين دين الإسلام، ما هناك غير الإسلام. كل ما كان من اليهودية ونصرانية في من هذه يعني رسالات جاءت بها الأنبياء ومن شرائع، كلها تدخل تحت كلمة الإسلام. والإسلام جامع لكل ما نزل، ما جاء به الوحي من الله تعالى وأمر التعبد به. فالكفر كل الكفر من أن يجعل أحد ابن لله تعالى أو صاحبا لله وغير ذلك. يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله: أما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك، أو نهني بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة تهنئة، وهو بمنزلة أن يهنئ بسجود للصليب. نعم، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج المحرم ونحوه. هذا الثاني أشد، يقول حرمة، من القتل ومن شرب الخمر ومن ما ذكر. وكثير ممن لا يقدر دين الله تعالى وممن ليس له قدرة لدين الله تعالى، تقدير الله تعالى، يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلامه من كتاب أحكام أهل الذمة. إذا عرفنا ذلك فعلينا عباد الله تعالى أن نتقي الله تعالى في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أولادنا وفي أخواننا وفي مجتمعنا، ونعلمهم ما هو الكفر، ما هو الإسلام، ما هي الشرائع، ما هي البدع، ما هي الضلالات، حتى يعرفون الحق من الباطل ولا نخط لهم. فالذي يجمع بين الإمام والقس والبابا هكذا يجعلهم كل هؤلاء ثالوث، هؤلاء من أهل الشرك. والذي يدعون بوحدة الأديان هم أكفر الناس. اللي يدعون بوحدة الأديان سواء كانوا شرقا أو غربا أو شمال ولو كان بلاد الإسلام هم أكفر الناس وما علموا دين الله تعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. أنت الآن لما تلبس الجديد في يوم عيد ميلادهم، هذا الذي يدعون هذا الباطل، أو تهنئهم فيه أو تفرح معهم أو تأكل معهم، أنت متشبه بهم. من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود وقال الألباني حديث صحيح. إذن أين أنت أيها المسلم؟ احذر. أهم شبهات المبيحين لتالية النصارى في عيدهم وشرفهم شبهات باطلة ليس لها أي دليل. أخواننا، سكاننا، جيراننا، حبايبنا، هذا قول باطل، هذا قول باطل. المسلم يتبرأ من أبيه وأمه ومن كل أقربائه يوم يكفرون. ليس لك إلا أن تحسن إليهم فقط، ولا تدين بدينهم ولا تعمل بعملهم. هذا هو الدين الصحيح. لما؟ لأنك آمنت بوحدانية الله وحده. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. هؤلاء يقول لله ولد، أعوذ بالله، وقالوا لله صاحبة، أعوذ بالله، كما قال من قبلهم، وقالوا لا بنات كما قال الكفار بيشركوا في عهد الرسول. أين نحن من هذا الباطل؟ الله تعالى يذم ونحن نرضى ونحضر هذه الحفلات ونجلس هذه المجالس، نعوذ بالله من ذلك.
أين دينك أيها المسلم؟ أين عقيدتك لتمسك بها وتعض بها بالنواجذ؟ في لحظة تتركها أمام شربة يعني شراب ولا حفل ولا كيف من هذه الأمور. مجاملات، أي مجاملات هذه؟ تجامل في دينك؟ هم لا يجاملون في دين. هل سمعتم أن أحد من المشركين يجامل في دين الإسلام ولا في عياده؟ أبدا، ولا نريد منهم ذلك نحن. الحمد لله أغنانا الله تعالى، ولا نقبل أيضا أن يدخلوا مساجدنا أو يدخلوا يعني أماكن مقدسة لنا، أبدا ما نرضى بذلك. وهم ينبغي أن يعلموا أن بيننا وبين الحد في هذه الأمور. العدل، كل العدل أن نقيم ديننا كما أمر الله، ونقيم أمر الله ودين الله كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والذي ينبغي أن يقال في حق عيسى عليه السلام أنه عبد لله تعالى، أن يقال عبد لله تعالى، لا رب ولا إله ولا غير ذلك، كما سماه الله تعالى. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، ونزهك يا رب، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. المائدة، هذه آية في المائدة. فينبغي أن نعي بارك الله فيكم ونفتح أذاننا وقلوبنا الذين يدعون من على المنابر أو من أي موضع كانوا بهذه الأعياد، والله لا نستجيب لهم ونحذرهم، نقول أنتم على باب من الكفر، أنتم باب من الشرك، باب من الضلال، لا نقبلهم كائن من كان، سواء لبس جبة أو عمامة أو ادعى بالعلم، كل هذا خرطي عندنا، نسميه خرطي، يعني معنى كلام باطل لا نقبل منه أبدا. وأيضا ننصحهم ونقول هداكم الله، والله تعالى يقول لك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يحب، ولكن الله يهدي من يشاء. يبين للناس في المحافل، في خطب الجمعة، في المجالس، احذروا من هذه البدع، احذروا من هذه الضلالات، احذروا من هذه الأعمال الكفرية، أعمال كفرية هذه يعني مظهر كفر، مظهر أنك كأنك تكفر، ونحن ما نكفر أحد لكن نقول نحذر الناس. إذا ينبغي نحذر عباد الله تعالى، لا نلبس ملابسهم ولا نأخذ الورود بأيدينا ولا نعمل شيء من الأنوار الخاصة بهذه الاحتفالات ولا شيء من هذه كله، حتى يعلمون أننا لا ندين بدينهم ولا نوافق بهم عليه وننكر على ذلك، ننكر ولو كانوا أقرباءنا ولو كانوا محباءنا من كل شيء. الدنيا فانية وكل ما يقول الله تعالى يا الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادك ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا أنتم وقعتم الفسق احذروا، احذر يا عبد الله تعالى، اليوم دنيا وغدا آخرة، ستلقى الله تعالى يحاسبك بكل مقال وبكل حركة وبكل عيد وبكل ما فعلت في الدنيا من خير أو شر، فاتق الشر فإنه أخطر ما يكون، واعبد الله تعالى حق العبادة واخلص في عبادتك ولا تحابي أحدا كائنا من كان، لا صغير ولا كبير. اعبدوا الله كما أمر الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وما أرسلنا من رسول من قبلك وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه بماذا؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب بايش بعد هذا؟ بعد هذا نؤيد من يقول أن لله ابن وأن الله ثلاثة. أينكم؟ اتقوا الله، آمنوا بالله وانصحوا لأنفسكم ومن حولكم.
قال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم ماذا أوتي لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون مستسلمون بما جاء من الله تعالى من شرائع ومن عبادات ومن أمور، كل هذه جاءت من الله تعالى نؤمن بها ونعمل بها ولا نخالف شيء قد شعره. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ليس الذي يسمعون هذا يتنبهون وينصحون من حوله من النصارى واليهود يحذرونهم من نار حامية ومن جهنم التي هي سرمدية في العذاب عليهم. لما؟ لأنهم لو عاشوا في حياتهم كفار لعاشوا سرمديا يكفرون بالله ويحدون، فإذا يكون النار لهم سرمدي لا يخرجون منها أبدا. فينبغي لسان لا أحد يكرهنا على شيء أبدا، ما تكرهون على شيء من أفعاله. كنت موظف يقول لك لا رئيسك يدعاك لا تستجيب لرئيسك ولا كائن، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، الحمد لله نحن على ثبات، والله لو تردك من العمل ما ضرك. جهاد في سبيل الله بالثبات عليه. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا، سواء كان أبوك أو أمك أو رئيسك في العمل أو أخوك أو جارك، كل هؤلاء لا تطيع أحد، ثبت. هكذا أمر الله تعالى. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها عندما جاءتها أمها قيلة اسمها قيلة بنت الحارث من بني مخزوم، وقيل قتيلة، كل هذا قيل في اسمها، وهي مشركة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فاستفتت الرسول أسماء رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي، يعني أواصلها أرقبها في الصلة. قال عليه الصلاة والسلام: صلي أمك. نعم صلي أمك، متفق عليه. إيش معنى الوصل؟ يعني تكرمها، تحسن إليها، هذا الذي ينبغي. أمها هذه الذي حملتها بإذن الله تعالى وضعتها، فلها حق. ما هو حقها؟ الإحسان فقط. أما أن تطيعها في أمر لا والله، لا تطيعها في شيء في مخالفة لشرع الله تعالى أبدا أبدا. وفي بعض الروايات أنها قدمت ومعها هدايا من زبيب وسمن ونحو هذا، فامتنعت ابنتها أسماء من إدخالها في بيتها ومن قبول هديتها خشية أن يكون ذلك موالاة المشركين. انظر، أمها جاءت بهديتها امتنعت أن أخذها خوفا من أن يكون ذلك في شيء مودع المشركين. هكذا الإيمان إذا ثبت، هكذا الإحسان في دين الله، هكذا المعاملات مع من فارق دين الله. هذا الإنسان مؤمن ينبغي أن يتمسك بهذا ولا يعطي الدنية في دينه مقابل مال أو جاه أو أي شيء من حطام الدنيا الزائلة. فاتقوا الله عباد الله تعالى، واحذروا هؤلاء يعبدون الأصنام والتماثيل والصلبان، قوم ضلال جهلة ما عندهم شيء من العلم ولا حتى من العقل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هكذا هؤلاء وقودهم النار والحجارة، ضلال. ماذا يفعلون في كنائسهم؟ حتى هم الآن قد تركوا دينهم. انظر الذين يريدون على كنائسهم القليل من الشيبان والكبار السن ويكذب عليهم هذا الباب ويرشرش عليهم: وغفرت لك وسويت لك وعملت. ماذا قال؟ والله عيسى تحمل ذنوبنا، يعني بصلبه. من قال أن عيسى صلب عليه السلام؟ عيسى رفعه الله تعالى إلى السماء وسينزل في آخر الزمان وله شأن عظيم. لكن هؤلاء قوم ضلال ما عرفوا الدين الحق، ما عرفوا إلا الترهات هؤلاء التي يقرأ عليها البابات والأكاذيب الأناجيل التي ألفوها، وهم يعبدون ذلك هكذا بهذه السخافات العظيمة التي لا يقبلها عقل أبدا. لكن إذا ضل الله قوما أضلهم خلاص ما في فائدة. إذن علينا أن ننصح ونبين. إذا قام الخطيب في يوم الجمعة مثل هذه الأيام
يذكر هذه الأمور على منبر الإسلام ويبين خطر مشاركة هؤلاء فيما يسمى كريسماس، يبين خطر ذلك، وأن المسلم ينبغي أن يتقي ذلك ويبتعد عنه ولا يدخل في هذا الأمر أبدا. جميع علماءنا ينصحون بذلك. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سئل تهنئة بعيد الكريسماس، ما حكم ذلك يا شيخ؟ ما حكم تهنئة الكفار بعيد الكريسماس؟ وكيف نرد عليهم إذا هنؤونا بها؟ وهل يجوز الذهاب إلى أماكن الحفلات التي يقيمونها بهذه المناسبة؟ وهل يأثم الإنسان إذا فعل شيئا مما ذكر بغير قصد، وإنما فعله إما مجاملة أو إحياء أو حرج أو غير ذلك من الأسباب؟ وهل يجوز التشبه بهم في ذلك؟ ماذا أجاب رحمه الله تعالى؟ تهنئة الكفار بعيد الكريسماس أو غير من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق، ما خلاف بين أهل العلم أبدا، وما خالف إلا أهل الضلال، حرام بالاتفاق، كما نقل ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام الذمة، وقد مر معنا، حيث قال: وأما الثانية بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول عيد مبارك عليك، أو تهنئ بهذا العيد ونحوه بأي صيغة من الصيغ، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو منزلة تهنئة، وهو منزلة أن يهنئ بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من الثانية بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثيرا ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعله، فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذا ماذا بعد ذلك؟ علماء، يقول هؤلاء العلماء الثقات الذين قد رحلوا من هذه الدنيا غفر الله لهم، ووضعوا لمسات من كلامهم في دين الله تعالى وبينوا الناس، كما قال الرسول في يوم فارق هذه الدنيا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم. العلماء أيضا قالوا بهذا الكلام، بمعنى هذا الكلام، لما فارقوا الدين صرحوا بأن بينوا الدين وعلموا الناس وأقاموا الحجة. ماذا بعد هذا؟ نترك علماءنا ونتبع الضلال؟ لا والله. الذي يحذر المسلم، تمسك بدينك يا عبد الله، لا تتشبه بهؤلاء القوم، حتى لو رأيت من ضل لا تشبه به، كما قال الرسول: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصراط المستقيم: مخالفة أصحاب الجحيم مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم، يعني تعلق تكون مسرور في قلبك بما هم عليه بالباطل، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستدلال الضعفاء، يستضعفونك. انتهى كلام رحمه الله. ومن فعل شيئا من ذلك فهو آثم، سواء فعل مجاملة أو توددا أو حياء أو لغير ذلك من الأسباب. لا حياء في الدين، لا حياء في الإيمان، لا حياء في الثبات على الإسلام، لأن مذاهبهم كلها باطلة. فعليكم بتقوى الله يا عباد الله. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وفقكم الله لكل خير، سددكم، حياكم الله.